يعتمد فريق سفراء السلام المروري التطوعي في برنامجه السائق المثالي على اجتياز المشارك باختبارين. الاختبار الأول النظري وينقسم إلى قسمين. القسم الأول يتحدث عن الإشارات ومدلولاتها، والقسم الثاني عن اجتياز القيادة في الظروف البيئية المختلفة. إذا اجتاز المشارك بنسبة 80% وأكثر ينتقل إلى المرحلة الثانية. ينقسم الاختبار العملي إلى مرحلتين. المرحلة الأولى وهي اختبار النقاط الواجب تفحصها قبل البدء في سياقة المركبة. المرحلة الثانية في الاختبار العملي تكمن في سلوكيات السائق أثناء سياقة المركبة على الطرق العامة واستجابته للإشارات المرورية وبعض التعليمات الموجودة أثناء السياقة. حزامة. كل منا ينظر لنفسه على أنه سائق مثالي. هدفنا هو تسليط الضوء على سلوكيات القيادة الغير آمنة. السياقة أمانة، فلنجعلها آمنة. أصاحب طريقي وصحي شعوري وراعي بدربي سلامة مروري. أصاحب طريقي وصحي شعوري وراعي بدربي سلامة مروري. واشوف اتجاهي بعين انتباهي وصولي لحلمي مهم وضروري.